اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. باللهجة العراقية العامية هوايك ألفاظ وكلمات ما لها علاقة بالواقع ومبالغة بالحكي. مثلا وانا كمعود صار لي ساعة انتظرك، هو ما صار له دقيقتين، ليش ساعة ما ادري، صار لي 60 يوم واقف بالشارع وانت ماكو. شرفك 60 يوم وين تنام وين تسبح فيك تروح ليش هيك ضربتني بوري؟ ترى ينضرب بوري يبين علي اكيد راسي انجر طلع دم، احتمال يصير بي شلل من الضربه. ضربتك بوري ابو 5 انج، يعني بوري معدل من هذا الزين اللي عجبك. يعني انت عايفه بالشارع ينتظرك مثلا فد ساعه مثلا يقول لك ضربتني بوري، ليش انت شاتلني؟ تخيل واحد يشتل واحد حطه بنص الطين ويزرعه. المشكله العراقيين كلهم مشتولين سابقا وكلهم مضروبين بواري سابقا، بس عادي يمشون يروحون ويجون طبيعي، الموضوع ما مأثر على حياتهم الشخصيه. واكو شغله باللهجه العراقيه، حرف الحاء وحرف السين، حنسوي، حننام، حناكل، حنشرب، حنغسل الهدوم، ما ادري. يعني هو باللغه العربيه حرف الحاء مثلا حرف المستقبل، هو الحرف الذي يدل على ان الفعل الذي تنوي القيام به في المستقبل، وهو حرف موجود في اللغه العربيه ضمن المستقبل بسيط. اما حرف الدال فهو المضارع المستمر، دا اسوق شبيك، دا العب بالحاسبه، دا اريد البس هدومي. صدق كلمه هدوم لا هي ملابس ولا هي ثياب، اصفنوا بها شويه. هدوم عجيبه، شنو يعني هدوم؟ اكو شغله عجيبه يا معود وينك؟ اصبر لي، صار لي ساعه اقول لك دقيقه، زين ساعه لو دقيقه شنو الموضوع؟ صار لي ساعه اقول لك دقيقه، وينك؟ تقول له وينك؟ يقول لك والله قاعد امشي بالشارع. ممكن احد يفهمني شلون قاعد امشي؟ يعني شلون قاعد وامشي؟ لو شنو؟ لو قاعد لو امشي. كلمة المعود حاولت اركز بيها وافتهمها بس ما قدرت. هي اصلا من التعويد، يتعود على الشيء فهو متعود. بس ليش اي شغله نستخدمها؟ معود وينك فهو متعود، تعود يتعود على التعويد فهو متعود. اذا فلماذا يتعود؟ لانه يتعود على التعويد متعود، تعودت فهي متعوده. بس ليش اي شغله نستخدمها؟ معود وينك؟ ليش معود دائما يعني؟ بعدين مثلا تدق الباب، منو؟ هذا أنا. من انتم؟ منو انت؟ انا الربيع. يعني ليش تتخيل انه بالبيت مثلا عنده جهاز مال تفحص اصوات وتمييزها وتمحيصها، هيك مثلا من تقول اني راح اشتغل الجهاز، صديقك الوفي ابو مصطفى مثلا لقد جاء من اجل ان يصلح واير المولد المقطوع فوق السطح مالتكم. ليش احنا مصرين على كلمه اني؟ لا وهذاك هلا ابو فلان ما عرفتك والله، طبعا ما يعرفك، اكيد ما يعرفك، هو انت قلت اني يعني. وبعدين انت منو؟ لو مثلا أنا أحمد، أحمد شرفك ليش هو بس أحمد واحد بالكرة الأرضية؟ نص العراقيين اسمهم أحمد، يا بقول أنا أحمد الفلاني. وك شغلة حلوة باللهجة العراقية، أخويا جيت وطبيت لقيت صرت قدامه، لا والله بعد ما أجت ساعة وأجي إن شاء الله، بتعرف شوية ازدحامات. وبالتليفون ها تسمعني؟ لا ما دا أسمعك. قاعد شلون عرفت؟ كلمات عراقية حاولت أفهمها. شمشة، يعني منين جت كلمة شمشة؟ شلولو يعني وكح، بس ليش شلولو؟ يعني وكح، بس ليش شلولو؟ ليش مثلا مو حلولو بلولو؟ ما أدري يعني. دوشق، أصل كلمة دوشق شنو؟ شنو اللي الدوشق؟ دوشق مال كتل، مال كتل شنو؟ ليش دوشق مال كتل؟ بعدين هو الدوشق مال نوم، شلون يصير مال كتل؟ الجاب على هاي دعبله، بربكم دعبله شنو يعني؟ دعبله ما داف تعمل. منين جتي أصل هاي الكلمات؟ منين؟ لأنها مدعبلة. صحيح اي والله إنها مدعبلة. شاملغ، شاهي وليه شاملغ، من اللي تملغ. وهاي بعض المرادفات العراقية اللي اذا واحد مو عراقي ما يفتهمها وتنقلب الدنيا. شطوله مال لبن، دمشي لو كابرس، اسكت وشربت. بشر بوتيته، جيت شيروكي، فشلة التاير. راح تروحون كلكم لو بهارات. حنان وفد شويه قاعدين. انت قاري لو بهارات. انتوا دارسين لو كمون. اشو قليل الرفاعي. خطر للبحرين. كمل هاي صارت طويله حيل او فلات. احلى مصاف، احلى كلام مربي. والله يحفظ العراقيين كلهم ان شاء الله. قولوا امين.